اليوم كان عرس نضال، يعني لقاء حاشد لمجموعه من الاساتذه والاستاذات جاوا تيعبروا على الوجع ديالهم، على السقط ديالهم، على السياسات اللا شعبيه التي تقوم بها الحكومه المغربيه وخصوصا وزاره التربيه الوطنيه. قطاع اللي حساس، قطاع ربما يقدر يبني بلاد او يدمر بلاد. للاسف الموارد البشريه ديالو تشتكي بجميع الطرق، جميع الاطياف متضرره، نظرا لسوء التدبير، نظرا لغياب واحد السياسه واضحه، نظرا للوعود اللي في الاعلام تتكلم بواحد الطريقه وتبين الامور بواحد الشكل، ولكن حنا اللي تنعيشوا في الواقع، اللي تنعيشوا الامرين في الخط الاول الحرب من اجل محاربه الجهل، محاربه العنف، محاربه مجموعه الامور باش نبنيو هذا المغرب وهذه الدوله المغربيه. شفنا الطالب العالمي كيقول ان منظومه التعليم تم الاصلاح ديالها في اطار هذه حكومه الكفاءه، شنو رايك انت استاذ؟ بغض النظر عن الاسماء، حتى ذاك السيد لا يشرف المغاربه اصلا، والدواسه ديالو في الشمال والفساد والسرقه وهذا الشيء تتحدث عنه. جميع الاقوال اللي قال اكاذيب في اكاذيب لا اساس لها من الصحه، وبعد تحسنات اللي كانت بفضل النضالات ديال الشغيله والاضرابات والاقتطاعات والعصا. اما السيد ليجهل 100% ما يقع في القطاع، هي فقط تيوجد الحمله الانتخابيه ديالو وتحاول يبيض الصوره ديالو بالاكاذيب. اما حنا كاساتذه وكاستاذات وكموظفين وكطبقه متوسطه اكيد حنا عارفين واش تيسوى، وهو جميع الكلام ديالو مليء بالمغالطات. احد المقولات الشهيره عنده هو قال لك الا ما عطيناش كل واحد 1500 درهم يجريو عندنا بالحجر. والاسبوع الفريط قال انني كنت كنتكلم على الاساتذه. واش وصلاتكم هذه المبالغ اللي غتكون اضافيه على الصالير ديالك الشهري؟ نقول لكم معك بصراحه، اول حاجه ان هذه الشعبويه ديال الا ما درناش داكشي اللي وعدنا به سيروا لنا بالحجر، كون هاني الحجر موجود. وحنا عاد الكلمه بشكل حضاري، انت اللي قلتي لنا انك باغي نتبعوك بالحجر اللي ما حقش. اغلب او نقولوا 97% من هذوك المسائل اللي وعدوا بها في الانتخابات ما تحققش. ما نكذبوش على بعضياتنا، حنا كمواطنين فاش تنصوتوا بغينا هاد الممثلين ديال الشعب يمثلوا الصوت ديالنا ويدافعوا على الحقوق ديالنا، في حين ان هو ومن معاه يدافعون على حقوق الباترونه، على حقوق رجال الاعمال الاغنياء اللي وقت كورونا وبعد كورونا الغنى ديالهم تضاعف، فوق الناس اللي تفقروا، فوق الشركات الصغرى اللي عرفت لافايت، فوق القطاعات عرفت ازمات. هذوك الناس لو كان ديالهم انويل تريبلا كاع. ولازم نسولوا كيف قال جلاله الملك محمد السادس اين الثروه؟ راه بهاد الناس هادو بالاساليب ديالهم بالفساد ديالهم حاليا غير مجرد مقترح قانون ديال تجريم الاطراء الغير مشروع رفضوه في البرلمان. علاش؟ حيت ضدهم. هذه الاولانيه. دوزيامون هاد نقولوا حنايا كونفلي دانتيغي، كيفاش رئيس الحكومه، كيفاش وزير التربيه الوطنيه، كيفاش ناس مسؤولين في الدوله في الحكومه تيدوزوا ريوسهم مشاريع تيستافدوا منها. تيقول لك اللي هدر ارعاف، اللي هدر طحن مو. وهذه ضد تعاليم وضد التوجيهات الملكيه اللي قالها صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. يعني هاد الناس هادو تيخونوا الامانه ديال الملك وتيخونوا الامانه ديال الشعب اللي صوت عليه. انت من اهل مكه، كي دايره النفسيه الاساتذه؟ ما النفسيه في الاسفل للاسف. الناس ياخذوا قرارات ويدبرون دون ان ياخذوا بعين الاعتبار اشراك الاساتذه والوضع ديالهم. كيفاش واحد جالس ليا في المكاتب الفارهه هنا في الوزاره وفي المكاتب والتعويضات غيعرف استاذ غارق كريديات عنده مهام عيش باغي السكن باغي وهذو من الحقوق البسيطه ديالو ماشي طلوعات كبيره. بالاضافه للانعدام واحد الوضوح في التوجه التربوي. فين غادي؟ كل مره توجيه، كل مره قال لك اصلاح، كل مره عمليه السنتي تحبس مخطط جديد وتيقول لك ان المخطط السابق فاشل. تيخسر يقول لك يمكن نعفيوه، او مثلا اننا حنا نديروا سميتو المصالحه. نحن لن نصالح. وراهم دابا قال لك كيفاش القاضي هو المجرم، كيفاش غدير ليها؟ هو اللي تيطبق القوانين وهو اللي تيحارب الفساد. كيفاش الفاسد يحارب الفساد؟ تلقيتكم لاصلاح المنظومه؟ ناقص 10.
علاش؟ اللي ضعيف للغايه. حاليا دابا دايرين مدرسه الرياضه وتيديروا لها البيبليسيتي ديالها، اثبتت بالدليل راه في المشاريع وفي الوراق راه تبارك الله لي بروجي راه واعرين، ولكن في التنزيل في الاجراء كاين مشكل خطير، والاساتذه غير مشتركين، ما كاينش تحفيز. واحد غير جالس في البيرو تياخذ الملايين والاستاذ تيضارب على 2 دراهم يزيدوها ليه في الصالير. ماشي من باب الغنى، راه هاد الاستاذ او هاد الاستاذ او العاملين في قطاع التربيه الوطنيه راه كلهم شعب باغي غير الكرامه، باغي يعيش يقدر يوكل ولادو، باغي انه يديهم تغطيه صحيه، باغي المساواه في القضاء، باغي شي امور اللي هي ابسط الحقوق ديالو. خاصك دير بزاف الامور وتقاتل، وربما تلتجئ الرشوه كاع باش غير توصل للحق ديالك. اثناء تغيير الوزراء لمستوا شي تغيير كذلك؟ ما كانش تغيير حقيقي للاسف. حنا عندنا سياسه تغيير الوجوه، او تنختاروا بعض المرات كبش الفداء، ولكن السياسه والتوجه راه نفسه. نبدل الوجوه زعما راه حنا درنا خدمتنا راه حيدنا هذا السيد هذا، ولكن في واقع الحال السياسه نفسها والواقع غادي وتزيد في واحد نقول حنا في الاستعار ديالو. غنقول الكلمه ديال الافتراس. هذه الحكومه هذه حكومه الافتراس. اليست بالكفاءه؟ لا، فين هي الكفاءه؟ واش واحد عنده محلات ديال المصاصه باغي يدبر التعليم؟ واش واحد نقولوا سيدي بي دي جي، نقولوا باترون، راه لا جيستيون ديال لونتربريز والاسبري اونتربرونيال ماناجيريال ماشي هو التدبير السياسي التربوي. والسيد كان عندنا كاتب عام ماشي ملاك، ولكن كان عنده واحد المواقف فالسيد حاول انه يكون نوعا ما نزيه، طيروه. الناس النزهاء اللي تقلبوا على مصالح الشعب تتم شيطنتهم، تهاجموهم، والناس دول المستوى اللي شراكات بيناتهم تدوزوا لي بروجي. انا حسب هذه الحكومه ديال اخنوش جايه باش تغني راسها اكثر، باش دوز قوانين لمصلحتها اكثر دون الاخذ بعين الاعتبار المصالح الشعبيه.